بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل بسبوسة الحلواني بأنجح وأسرع وأبسط طريقة على الإطلاق. هنعملها بطريقة جميلة جدا وهتشرفك في كل العزومات. يعني طريقة هتحسي يعني مقربة للبسبوسة المكرملة، يعني جميلة كده كلها مستوية ومتحمرة من فوق ومن تحت ومن جوه، مش بيضة كده زي البسبوسة العادية، لا تحسي انها زي البسبوسة المكرملة بالظبط. هنقول على كل أسرارها، أسرار البسبوسة بتاعة الحلواني، وعلى كل التكات، وهنقول إيه أسباب نجاحها، وهنقول التسوية، وهنقول على كل حاجة. وهنقول المعايير مظبوطة 100%، زي انتم متعودين دايما ان انا بديكم المعايير المقدار مظبوط تماما يعني. فالنهاردة ان شاء الله يعني شايفين البسبوسة جميلة ازاي، وحمرة من فوق ومن تحت ومستوية، ومع ذلك طرية وجميلة جدا. وطبعا جميلة قوي يعني. هتشوفوا بقى، تعالوا نشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. الأول هنجيب الكسرولة، هنحط فيها كوباية سكر، يفضل طبعا يكون سكر أبيض، وكوباية إلا ربع لبن، وكوباية إلا ربع سمنة بلدي. يعني الأفضل أما بتكون السمنة حاجة نظيفة بتبقى يكون أفضل يعني. وكوباية إلا ربع سمنة بلدي، ومعلقتين كبار عسل نحل. طبعا عسل نحل أو عسل كلوكوز. لو عسل كلوكوز بتحطي 4 معالق، عسل نحل بتحطي معلقتين، على أساس إن عسل الكلوكوز ما بيبقاش مسكر. وعسل الكلوكوز موجود عند أي بقال يعني، ما هوش غالي ولا حاجة. هنحط كمان حطينا معلقتين عسل نحل. هنحط بقى الخليط ده على النار، مش عايزينه يعني ايه ان هو يسخن، لا احنا عايزين بس السكر يدوب مع بعضه بس. وبعدين بقى هنجيب البولة ديت، هنحط فيها مقدار السميد. السميد انت تعرفي ان هو حلو ازاي، لما تيجي تمسكيه بايدك كده ما تلاقيهوش بيسيب اثر زي الدقيق، تعرفي ان السميد ده مظبوط يعني حلو يعني. هنحط 3 كوبايات وربع من السميد، يبقى هنحط 3 كوبايات وربع من السميد، من سميد البسبوسة. وهننزل عليه يعني ربع معلقة ملح، بتعزز الطعم بس، ومعلقة ونص دقيق. دي سر من أسرار الحلواني، اللي هي المحلات بتاعة الحلواني. هتحطي معلقة ونص دقيق وذرة ملح، ما بتحطيش أكتر من كده. دي النواشف، الحاجة الناشفة ما بتزوديش عليها أي حاجة. عايزة تحطي جوزة الهند بقى براحتك، بس جوزة الهند يعني بتغير في طعمها. وبعدين هي الخليط اهو بعد ما حطيناها على النار، يا دوبك دفي يعني، وكله ايه، السكر وكله داب مع بعض امتزج مع بعض. وننزل بقى بالخليط على السميد، وهنقلبه كويس. طبعا ما بنقلبش كتير، على اساس ان التقليب الكتير بيخلي البسبوسة تنشف. مش هنقلبها كتير، يا دوبك بس ان ايه الخليط يمتزج مع بعضه، يبقى ما بقاش فيه تحت السميد ناشف ولا حاجة، يبقى كله ايه، متغلف بالسوائل، يعني السميد متغلف كله بالسوائل اللي احنا حطيناها. بس كده خلاص. مش هنقلب كتير زي ما قلت لكم، على اساس ان هي ما تنشفش. وبعدين بقى دلوقتي هنجيب الصينية اللي احنا مستعملينها، مقاس 30. الصينية ديت مقاس 30. هنحط فيها معلقة سمنة بلدي، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي. وبعدين الصينية طبعا تكون ناشفة تماما من المية. ممكن تحطي سمنة بلدي وممكن تحطي طحينة، بس الأفضل طبعا السمنة. حطينا معلقة سمنة بلدي، وهنفردها في الصينية كلها. وبعدين هننزل بالخليط اللي احنا عاملينه. وطبعا يعني كمان سر من اسرار نجاحها، احنا ما حطيناش عليها بيكنج باودر. احنا بعد ما نعمل البسبوسه، هي العجينه بتاعتها تسيبيها اقل حاجه ربع ساعه. تبدأي بقى تولعي الفرن، عما الفرن يسخن تكون هي ايه، رفعت شويه. لو انت في الحر حطها في التلاجة ربع ساعه، في البرد سيبيها بره قيمه ربع ساعه. دوت هيديلها ايه، زي رفعه كده يعني مكان البيكنج باودر. ودلوقتي انا بليت ايدي ميه، وايه، وبظبط الوش بتاعها كده على اساس ان هو يكون سايح ويكون ايه، كله سوى بعض.
طبعا عايزة تعملي الحركة دي ماشي، مفيش يعني عايزة خلاص بالمعلقة كده تظبطيها ماشي، خلاص مفيش. خلاص بقى كده هسيبها دلوقتي. طبعا الجو بما انه برد، هسيبها ايه على الحوض ربع ساعة عما اولع الفرن والفرن يسخن. دلو عما الفرن بقى، انا مولعة الفرن دلوقتي وسايباه يسخن، هنبدأ نعمل الشربات وسايبة البسبوسة ربع ساعة كده بره. وبعدين هنجيب الشربات، هنحطينا كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، وساعة لما يغلي هننزل بعصرة نص ليمونة. يبقى احنا حطينا فيها كوباية سكر، والشربات كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، يبقى المقدار ده خد كوبايتين ونص سكر. ودلوقتي الشربات بعد ما غلي، طبعا احنا الشربات عايزينه خفيف مش عايزينه تقيل زي بتاع الايه الكنافة. فبمجرد ما يغلي 5 دقايق بالظبط نطفي. وادي البسبوسة اهي، حطيناها في الفرن على درجة حرارة على اهدى حاجة. يعني انت ولعت الفرن، وبعد ما يولع شوفي يعني بتشرب الشربات على طول ازاي، دليل ان هي ناجحة. وطبعا البسبوسة سخنة والشربات سخن، يعني البسبوسة بتطلع من الفرن سخنة والشربات يكون سخن، ولو الشربات برد تسخنيه، يبقى الاتنين سخنين. تاني حاجة ان انتي بتحطها في الفرن على درجة حرارة هادية جدا، على اقل درجة حرارة. يعني انتي بعد ما تسيبي الفرن يسخن تماما لازم الفرن يكون سخن، لان غير كده بتنشفش. وبعد دلوقتي لما احنا بقى طلعناها وشربت الشربات، بنغطي عليها ونسيبها 10 دقايق عشان تبقى طرية. ودلوقتي بعد ما قعدت 10 دقايق وقطعناها، هنعيد على التقطيعة دي تاني احنا ايه، على اساس ان احنا نعرف إيه ان احنا يعني نخرجها من الصينية ونحطها في طبق التقديم. دلوقتي بقى هتشوفوها، يعني بسم الله ما شاء الله مستوية جدا وطرية. طبعا انت لما بتهدي عليها النار، هي خدت يا جماعة مني في الفرن في حدود ساعة، من ساعة مثلا ساعة و5 دقايق، ساعة إلا 5 دقايق في التقدير ده. لا، هي كان في ناس بتحطها على نار عالية، وطبعا دي أكبر غلط. لازم الفرن تقدحيه، وبعد ما تقدحيه تهديه خالص على أهدى نار وتسيبيها، وكل شوية تفتحي وتشوفيها. لما بتسيبيها كده السكر اللي انت حاطاه في البسبوسة بتكرمل وبتحمر من فوق ومن تحت. هي طبعا من فوق ما بتحمرش قوي، فبعد بقى لما تحسي انها احمرت خالص من الجوانب، تقومي بقى ولسه الوش ما احمرش قوي الحمار اللي احنا عايزينه، وتقومي مطفيه النار ومولعه الشوايه من فوق على نار برضو مش عاليه قوي. وتسيبيها تاخد لون اللي هو اللون اللي انت شايفاه ده. دلوقتي اللون ده يعني هو زي من فوق زي من تحت. وتسيبيها بقى تاخد اللون الجميل ده، وتقومي مخرجاها. وبعد ما تخرجيها يكون الشربات سخن وهي سخنه، وتنزلي بالشربات عليها. يعني شوفي بسم الله ما شاء الله شربت الشربات، دي دليل على نجاح البسبوسة. وزي ما انت شايفة يعني هي ما غابتش. يعني المفروض ان انت مثلا لو عاملة لعزومة او حاجة، ما بتقطعهاش بعدها على طول، بتسيبيها اقل حاجة ساعة ساعتين، وبعدين تبدأي تقطعيها. ليه بقى؟ على اساس تقطعيها القطعة بقطعتها يعني. اما غير كده بتبقى لسه سخنة، ممكن تفرول منك. فمع ذلك هي دلوقتي لسه خارجة، ما بقالهاش 10 دقايق وبتتقطع زي الفل. وبسم الله ما شاء الله مستوية من تحت ومن فوق ومن جوه. يعني بانها غابت في التسويه، بتحس ان هي بقى ايه زي البسبوسه المكرمله من جوه، حمراء مش بيضه، لانها خدت راحتها في السوا. والسوا ده ما بينشفهاش، السوا ده بيخليها ان هي طبعا بتبقى حمراء ومستويه، وفي نفس الوقت طريه جدا جدا. وطبعا بقى يعني ايه، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة الجميلة ديت. اجمل بسبوسة هتعملوها وهتدعوا لي والله. بسبوسة جميلة قوي مستوية من تحت ومن فوق، والسمك بتاعها جميل، وبألف هنا وشفا، ومع ألف 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 سلام.